بهذا اليوم النجيب علينا أن نستذكر الدم الطهور الذي بذله شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بالغالي النفيس في سبيل تطهير محافظة ديالى ومدن العراق من دنس عصابات داعش الإرهابية. فقد قدم شرطة ديالى منذ عام 2003 ولحد الآن 2526 شهيدا و5371 جريح، ولزاما علينا اليوم أن ننحني لقاماتهم الشريفة، فما كان للحياة أن تستمر أو أن نتمكن من إقامة استعراضنا هذا لولا تضحيات هؤلاء الشهداء الأبطال. لقد كان عام 2020 عاما حافلا بالإنجازات حققها أخوانكم من شرطة ديالى، حيث تمكنا من خلال هذا العام من تنفيذ عمليات أمنية استباقية واسعة في كافة مناطق المحافظة وفي جميع المدن تعقبنا خلالها عصابات داعش وخلاياها النائمة. إننا في هذا الاستعراض الذي نقيمه اليوم إنما نؤكد فيه على أن هذه القوات قادرة على حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار لأبناء المحافظة، وبذات الوقت نبعث برسالة إلى عصابات داعش الإرهابية وذيولها وعصابات الجريمة المنظمة ولكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة وتأكيد صفوها، ونقول لهم أنتم لا تمثلون شيء أمام هذه القوة الجبارة التي كسبت خبرات كبيرة في مقاتلة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأضحت توصل سيطرتها على كافة جزء من هذه المحافظة العزيزة. وإن هذه القوة ستلاحقكم وتعقبكم أينما كنتم، ومصيركم سيكون إحدى الاثنين، الموت أو الاعتقال. وأخيرا نبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ شعبنا وينصر جندنا وحشدنا على أعداء العراق، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرفاه والاستقرار، وندعو الله أن يحفظ العراق العظيم من أجل أن يبقى دائما العراق التآكل والتراحم، ويبقى عراق الأمن والأمان والمنبر للخير والحرية والعدالة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.